بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. هذه قراءة لتخريج الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى لحديث عياض بن غنم رضي الله عنه في النصيحة، والذي يدندن القطبيون والسروريون على تضعيفه، ويقولون أنه ما دام العلماء مختلفين في تضعيفه وتصحيحه فإن هذا الأمر، وهو الإنكار العلني على ولاة الأمور في غيبتهم، لا يكون مخالفة لأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وإنما المسألة اجتهادية. الدليل الأول: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثني شريح بن عبيد الحضرمي وغيره قال: جلد عياض بن غنم صاحب دارا حين فتحت، فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض، ثم مكث ليالي، فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه، ثم قال هشام لعياض: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس. فقال عياض بن غنم: يا هشام بن حكيم، قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت. أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله، فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى. انتهى. عياض بن غنم هو ابن زهير بن أبي شداد أبو سعد الفهري، صحابي جليل، وهو ممن بايع بيعة الرضوان، توفي سنة 20 بالشام. وهشام بن حكيم هو ابن حزام بن خويلد القرشي الأسدي، صحابي جليل، توفي في أول خلافة معاوية. وشريح بن عبيد الحضرمي الحمصي، تابعي ثقة. قال الهيثمي في المجمع: قلت: في الصحيح طرف منه من حديث هشام فقط، رواه أحمد ورجاله ثقات، إلا أني لم أجد لشريح من عياض وهشام سماعا وإن كان تابعيا. قلت: شريح سمع هذا الحديث من جبير بن نفير عن عياض وهشام، فقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه عن ضمضم بن زرعة الحمصي عن شريح بن عبيد قال: قال جبير بن نفير: قال عياض بن غنم لهشام بن حكيم الحديث. ومحمد بن إسماعيل ضعيف الحديث، وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق عبد الوهاب بن الضحاك عن إسماعيل بن عياش به، وعبد الوهاب متروك. قال أبو نعيم عقبه: رواه بقية عن صفوان بن عمرو عن شريح عن جبير. انتهى. وبقية هذا صرح بالتحديث عند ابن أبي عاصم. وقد ذكر أبو نعيم أيضا متابعين لشريح في هذا الحديث، فقال: رواه الزبيدي عن الفضيل بن فضالة عن ابن عائذ عن جبير بن نفير، ورواه الزهري عن عروة بن الزبير عن عياض بن غنم. قلت: أما المتابعة الأولى فقد أخرجها الحاكم في مستدركه من طريق عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال: حدثنا الفضيل بن فضالة يرده إلى ابن عايذ إلى جبير بن نفير أن عياض بن غنم الحديث. وأخرجه الطبراني في الكبير قال: حدثنا عمرو بن إسحاق بن زبريق الحمصي قال: حدثنا أبي. وحدثنا عمارة بن وثيمة المصري وعبد الرحمن بن معاوية العتبي قال: حدثنا إسحاق بن زبريق الحمصي قال: حدثنا عمرو بن الحارث به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات وإسناده متصل. انتهى. قلت: وإسحاق بن إبراهيم بن العلاء قال به أبو حاتم: شيخ لا بأس به، ولكنهم يحسدونه. سمعت يحيى بن معين أثنى عليه خيرا. وجاء في تاريخ ابن عساكر كما في تهذيبه لابن بدران أن النسائي قال: إسحاق ليس بثقة إذا روى عن عمرو بن الحارث. انتهى. وهذا الطريق من روايته عن عمرو بن الحارث. وقد قال الحافظ ابن حجر في حال إسحاق: صدوق يهم كثيرا،
وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب، ولذا فإن الحاكم لما صحح الحديث تعقبه الذهبي فقال ابن زبريق واه. أما شيخه عمرو بن الحارث فقد ذكره ابن حبان في ثقاته وقال مستقيم الحديث، وذكره الذهبي في الميزان وقال تفرد بالرواية عنه إسحاق بن إبراهيم بن زبريق ومولاة له اسمها علوة فهو غير معروف العدالة. انتهى. ولهذا الطريق إسناد آخر أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وفي الآحاد والمثاني قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا عبد الحميد بن إبراهيم عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الفضيل بن فضالة يرده إلى ابن عايذ يرده ابن عايذ إلى جبير بن نفير عن عياض بن غنم قال لهشام بن حكيم الحديث، ورجاله كله ثقات سوى عبد الحميد بن إبراهيم وهو الحضرمي. قال الحافظ ابن حجر في حاله صدوق إلا أنه ذهبت كتبه فساء حفظه. انتهى. أما المتابعة الثانية التي أشار إليها أبو نعيم فقد أسندها هو فقال حدثنا الحسن بن علان قال حدثنا الحسين بن أبي الأحوص قال حدثنا محمد بن إسحاق البلخي قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عياذ بن غنم أنه رأى نباطيا يشمس في الجزيرة فقال لعاملهم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. ورواه الليث بن سعد عن يونس. انتهى. قلت والحسين بن أبي الأحوص هو الحسين بن عمرو بن أبي الأحوص، ترجمه الخطيب في تاريخ بغداد وقال ثقة. ومحمد بن إسحاق هو ابن حرب اللؤلؤي البلخي كان أحد الحفاظ إلا أن صالح بن محمد جزرة قال كذاب. انتهى من ميزان الاعتدال. والمعروف أن هذا الحديث من مسند هشام بن حكيم بن حزام لا من مسند عياض بن غنم، فلعل هذا من قبل البلخي. فقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام قال مر بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت فقال ما هذا؟ قيل يعذبون في الخراج. فقال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا. كما أخرجه من طريق يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير أن هشام بن حكيم وجد رجلا وهو على حمص يشمس ناسا من النبط في أداء الجزية فقال ما هذا؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وهذه متابعة قوية. ولهذا فإن الهيثمي لما ذكر حديث عياض بن غنم من رواية شريح بن عبيد عند الإمام أحمد قال قلت في الصحيح طرف منه من حديث هشام فقط. انتهى. فعلى هذا فالحديث صحيح بهذا الطريق وليس حسنا كما قال بعضهم فضلا عن تضعيفه. وممن صححه المحدث الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه ظلال الجنة في تخريج السنة. وهذا الحديث أصل في إخفاء نصيحة السلطان، وأن الناصح إذا قام بالنصح على هذا الوجه فقد برئ وخلت ذمته من التبعة. قال العلامة السندي في حاشيته على مسند الإمام أحمد قوله من أراد أن ينصح لسلطان أي نصيحة السلطان ينبغي أن تكون في السر لا بين الخلق. انتهى. وفي القصة التي دارت بين الصحابيين الجليلين هشام بن حكيم بن حزام وعياض بن غنم أبلغ رد على من استدل بإنكار هشام بن حكيم علانية على السلطان وبإنكار غيره من الصحابة، إذ إن عياض بن غنم أنكر عليهم ذلك وساق النص القاطع للنزاع الصريح في الدلالة وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية. فما كان من هشام بن حكيم رضي الله عنه إلا التسليم والقبول لهذا الحديث الذي هو غاية في الدلالة على المقصود. والحجة إنما هي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في قول أو فعل أحد من الناس مهما كان. قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم
أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبناء على هذا الحديث العظيم جاءت أقوال السلف وأفعالهم على وفقه، كما سترى النقل عن بعضهم في هذا المسطور. قال الشوكاني في السير الجرار: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. وقد قدمنا أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة، ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله ويعصيه في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. انتهى.